السمك التسوية بتاعته اهي. سويتها على نار هادية جدا جدا جدا، عشان قلنا ان الحجم الكبير بياخد تسوية اكتر. فحاولت اسويها كويس قوي على اساس ما تطلعش ني، لان اول مرة عملته كان ني، طلع ني شوية. فدلوقتي الواحد ايه، المفروض الواحد بيتعلم من اخطائه، صح؟ اتمنى تشوفوا الوصفة وتعجبكم، والتكات اللي فيها حلوة جدا. على فكرة الزرار بتاع اللايك مش بيكهرب حد، لو حطيتي صباعك وضربت لايك مش هتتكهربي. وشجعيني عشان القناة تترفع، وان كل حاجة توصل لكل الناس والناس كلها تستفاد منها. واشوفكم ان شاء الله في وصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله من غير مقاطعة الغدا سمك بلطي. هنعمل ايه؟ هنعمل الخلطة. اهم ما في السمك اللي هيتقلي الخلطة. هحط طماطم الكمية اللي انت عايزاها وعلى حسب كمية السمك. بما ان انا عندي نوعين سمك فهتبل الاتنين، واحد هشتغل بيه والتاني هحطه في التلاجة ان شاء الله لايه يوم تاني كده. حطيت طماطم وحطيت فلفل، وهحط التوم مهروس طبعا، والبقدونس انا خرطته، فمش بالتالي مش هحطهم في الخلاط يطحنوا هيبقوا ميه. فهحط الليمون وهحط الفلفل والطماطم، فلفل اخضر، والهريسه كمان. الهريسه عندي اهي هضيفها عليها عشان ما عنديش فلفل حامي، فمش هحطها في الخلاط. هحط شويه ملح. اهم ما في الموضوع الملح والكمون. مش بنحدق الاكل قوي، احنا بناكل ملح معقول. واهم ما في الموضوع الكمون. ممكن احط كمان شويه كزبره ناعمه. الكزبره الناعمه حلوه في السمك ومش بتغير الطعم. وممكن احط شويه، بلاش مش هنضيف حاجه تاني، هو كده. ورشه فلفل اسمر بس عشان الزفر، رغم ان انا حاطه رشه صغيره فلفل اسمر. وهبدا اخلط الحاجات دي وبعدين اكمل تاني. هضيف عليها حوالي معلقه خل علشان الريحه، وهضيف شويه زيت بس هحطهم بعد ما اطلع الحاجه من عملتها في الخلاط علشان عملتها في الكبه بتاعت الخلاط عشان الخلاط. انا حاطه طبعا 3 ليمونات في الخلطه، بس اللي معصوره بيبقى ليها طعم تاني وشكل تاني. يعني التاني بقشره طبعا مش هيمرر ولا حاجه مع التوابل. تمام. اهم ما في الموضوع يا جماعه هو الخلطه. وادي التوم عشان ناعم فمش هنقلبها كويس. مش عايزين التوم يبقى واضح. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا لما طحنتها في المطحنه بتاعت الخلاط ما هرتهاش زي الميه، عاملاها قطع كده عشان تدي طعم. طبعا ده مغسول وزي الفل، منضفينه ومخلينه زي الفل، ونقعاه في ليمون من بدري. في حاجه بس نسينا نعملها، اللي هي ان احنا هنشقق السمك من بره، نعمل فيه فتحات ونحط فيها، يعني لو واحده كبيره زي دي هنعمل فيها 3 فتحات او فتحتين كبار زي ما انت عايز، عشان نحط فيها الحشو عشان تبقى متحققه كويس. تمام. اجيب طبق احط فيه، هنحشي من بره في الفتحات اللي عملناها. والكبيره دي ممكن في القليه تتقطع 2 وتتقلي. يعني لو الواحد حس ان هي اكبر من الطاسه هيروح عامل ايه، ونرسمها كده شويه. وهنعمل الباقي نفس النظام. لو الخلطه كفت السمك اللي احنا هنعمله بس مفيش قضيه، التاني مغسول بليمون. ممكن يتحط فيه شويه تتبيله صغيره ويتحط
في التلاجة، يدهن بس كده لان هو هيخش التلاجة. ما كترتش الملح عشان فيه ليمون كتير. وعلى فكرة السمك لما يتغسل ما يتحطش فيه اللهم صل على النبي احسن، ما يتحطش فيه خل في الغسيل. الخل مش بتاع الزفارة، الليمون والمية اللي تتغير كذا مرة هي اللي بتغير الزفارة وبتخليه كويس. كده حيقنا كله اهو. بعدين هبدأ احيق التاني واشيله يتحيق. عندي اللي هو الموتزاريلا ده هبقى اعمله سنجاري، فاحط فيه شويه الخلطه اللي باقيين. بحطهم في اكتر من كيس عشان ما يزفروش التلاجة، في اكتر من كيس وفي الاخر في شنطه، واشيلهم لساعه ما اجي هعمله. هخلي شويه خلطه صغيرين من دول احطهم على الرز، شويه صغيرين. هجيب طبق واحط دول. يفضل انك لو هتشيلي سمك تشيليه معمول متبل عشان لا يبقى فيه زفر ولا فيه حاجه. وهخلي دول هوريكم هنستخدمهم في ايه. هحطهم، هخليهم واحطهم على الرز. بليمونهم بحالهم كده ومش هيعملوا اي حاجه. وبكده خلصنا التتبيله، وان شاء الله من غير مقاطعه لما نخلص. لو افتكرنا وما كناش بسرعه هنبقى نجيب نسينا الهريسه. هدهنهم كده من جوه دهنه خفيفه بمعلقه او بشوكه، واحط شويه في كل واحده عشان احنا عندنا ناس حريفه اكل الهريسه دي. بألف هنا وشفا اللي هياكل، وبالهنا وشفا اللي هيتفرج على الوصفه ويعملها. التانية بقى نبقى نحط له، هنقطع فلفل اخضر فيه ساعتها ونحطها، ونحط حته هريسه صغيره على دي عشان الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بصلتين وسط عشان الرز بتاع السمك، هشوحهم كويس اوي. حطيت عليهم حته تومه، وهضيف عليهم حاجه تانية ان شاء الله. انا ما بحبش الرز البصل فيه محروق، بيدي طعم مش حلو كده. فايه لو فاتح شويه يعني مش هيبقى وحش، وهيبقى طعم كل حاجه موجوده فيه. بلاش نغمقه قوي ونحرقها ونقول عشان يطلع غامق. يطلع غامق ليه؟ هو كل اللي فيه هيبقى اتحرق، هيبقى ايه اي فايده فيه في بصل ولا في توم ولا في حاجه، بيبقى الموضوع منتهي. والخلطه بتاعت السمك اللي انا حيقت بيها هحط منها شويه هنا. مش عايزه اقول لكم مطلعه ريحه تحفه. دي الخلطه اللي احنا حطيناها فين في السمك. على فكره بعملها كتير، بخلي حبه من الخلطه بحطها، والباقي هحطه على السمك اللي هيقعد يسوي بكره. هديها تقليبه كويسه. والرز عندي مغسول ومتصفي، وهبدأ هي كده بتاخد لها غلوة. طبعا فيها ليمون وفيها كمون وفيها كل الحاجات. ثواني بس تتشرب شوية المية بتاعتها عشان كل حاجة تكون فيها. ادي منها. هبدأ احط الرز، نحط نص كمية ونبدأ نقلب. ادي لونه عايز يتشوح تشويحة حلوة عشان يتشرب الرز، يشرب بقية الحاجات اللي فيه. غليت المية في الكاتل عشان تسيب بسرعة.
الميزه الوحيده في الرز لو مش عايزاه يعجن هتعملي ايه؟ هغلي الميه، اغليها ببراد، اغليها بكزرونه، اغليها بكاتل اللي موجود عندي. ماشي، بس الثوم والبصل حطيت عليهم الملح في الاول عشان ما تتحرقش مني، لان حتى لو بتعملي رز بالشعريه وبتحطي الشعريه تحمريها حطي معاها شويه الملح اللي هتحطيهم ما بيخلوهاش تتحرق معاكي. خلصنا كده الرز وهنحطه على النار ونبدأ نعمل شوية سلطة. اتشربت كل الحاجات اللي فيه، الريحة حلوة أوي، الريحة حلوة وغريبة، يعني متقدريش تميزي فيها حاجة وتقولي ده هو أو هي محطوط كذا أو محطوط كذا، لأ. بنشوح كويس ونبدأ نوطي النار شوية نخليها كده وسط، ونبدأ نساوي الرز عشان المية تطلع مظبوطة وما يطلعش ملبوت مننا أو تطلع ميته زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أتمنى إن الكل اللي يخش يكتب الصلاة عليه عشان ربنا يبارك في كل حاجة في حياته إن شاء الله. أدي الرز بزود مية سنة صغيرة كمان، الرز المصري برضه بيشرب مية، وهبدأ أغطيه وهسيبه يستوي وبعد كده نبقى نكمل إن شاء الله مع بعض. السمك التسوية بتاعته أهي، سويتها على نار هادية جدا 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 عشان قلنا إن الحجم الكبير بياخد تسوية أكتر، فحاولت أسويها كويس قوي على أساس متطلعش ني، لأن أول مرة عملته كان ني، طلع ني شوية. فدلوقتي الواحد إيه، المفروض الواحد بيتعلم من أخطائه، صح؟ أتمنى تشوفوا الوصفة وتعجبكم، والتكات اللي فيها حلوة جدا. على فكرة الزرار بتاع اللايك مش بيكهرب حد، لو حطيتي صباعك وضربت لايك مش هتتكهربي، وشجعيني عشان القناة تترفع وإن كل حاجة توصل لكل الناس والناس كلها تستفاد منها. وأشوفكم إن شاء الله في وصفة. السمك التسوية بتاعته أهي، سويتها على نار هادية جدا 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 عشان قلنا إن الحجم الكبير بياخد تسوية أكتر، فحاولت أسويها كويس قوي على أساس متطلعش ني، لأن أول مرة عملته كان ني، طلع ني شوية. فدلوقتي الواحد إيه، المفروض الواحد بيتعلم من أخطائه، صح؟ أتمنى تشوفوا الوصفة وتعجبكم، والتكات اللي فيها حلوة جدا. على فكرة الزرار بتاع اللايك مش بيكهرب حد، لو حطيتي صباعك وضربت لايك مش هتتكهربي، وشجعيني عشان القناة تترفع وإن كل حاجة توصل لكل الناس والناس كلها تستفاد منها. وأشوفكم إن شاء الله في وصفة.